أنا جنبك يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة حدوتة الزملكاوية، ازيكم عاملين ايه؟ جاي النهارده نتكلم عن ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا. الماتش ان شاء الله يوم الاربع الساعة 8. في 3 ماتشات في نفس التوقيت. الزمالك هيقابل سيراميكا، الاهلي هيقابل المصري، بيراميدز هيقابل سموحة. 3 فرق اللي انا قلتهم، سواء بيراميدز او الزمالك او سيراميكا او الزمالك أو بيراميدز او الزمالك او الاهلي او الاهلي او الزمالك او بيراميدز او بيراميدز اهلي زمالك، ايا كان الترتيب بتاعهم. ال3 فرق عندهم فرص ان هم يكسبوا الدوري المصري يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. جدول الترتيب زي ما هو قدامك كده موجود. الزمالك في الصدارة ب51 نقطة، ب53 نقطة. في المركز الثاني بيراميدز ب51 نقطة. المركز الثالث الأهلي ب50 نقطة. دول ال3 فرق اللي بينافسوا عن الدوري، بعد كده ما يخصناش. ال3 فرق دول أي فرقة من ال3 قدامها فرصة إن هي تكسب الدوري يوم الأربعاء زي ما قلنا. ممكن يكون الزمالك فرصه أكبر شوية، بحكم إن الزمالك سابق بنقطتين بيراميدز وسابق الأهلي ب3 نقط، فالزمالك يكفيه فقط التعادل قدام سيراميكا كليوباترا عشان يتوج بالدوري رسميا ويخفف جراح صدمة الكونفدرالية. طبعا احنا جايين النهاردة نتكلم عن ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا، هو اللي هنتكلم عليه يعني. مش واللي يهمنا ممكن نتكلم عن ماتش الأهلي وسموحة، الأهلي والمصري أو بيراميدز وسموحة، بس بعد الماتش أنا هتكلم على ماتش الزمالك، لأنه ماتش الزمالك هو اللي يهمني. وإزاي نلعب قدام سيراميكا فريق منظم، فريق عنده كورة، فريق مش الفريق اللي هيتخض وهينزل خايف ولو ضغطته هيشلت. لا لا لا، بالعكس، فريق منظم وفريق بيعرف يطلع بالكوره، فريق عنده اوراق رابحه كتير هنتكلم عليها كلها النهارده. فلايكك الجميل وسبسكرايب واعمل شير، خلي الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه. ويا ريت يعني الفيديو يوصل 100 لايك، 50 لايك، يعني انتوا نصيبكم، انتوا رزقكم، انتوا اللي يجوا منكم يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. وما تنساش قبل اي حاجة صلي على النبي في الكومنتات، وادعي لأهلنا في غزة، وادعي لكل أمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة. فالزمالك زي ما بقول لك عنده ماتش مهم يوم الأربعاء الساعة 8. كابتن معتمد جمال مفيش أي فرصة إن أنت تنزل الماتش ده تقدم نفس الأداء القذر اللي أنت قدمته قدام اتحاد العاصمة. الناس كلها متضايقة والناس كلها على آخرها. خسرنا البطولة، لكن لسه بندعمك ولسه في ظهرك. لكن ماتش الدوري مفيش دعم يا جماعة، مفيش دعم لحد بعد ماتش الدوري. لو الزمالك ما خدش البطولة دي هتزعلوا كلكم يعني. فالأول نتكلم عن فرقة سيراميكا. فرقة سيراميكا فيها كذا عنصر مهم، كذا عنصر ممكن ان هو قادر ان هو يبقى خطر على الزمالك. نتكلم عنهم، انا كاتبهم برضو هنا. اولا نتكلم عن كل حاجه في سيراميكا. سيراميكا فريق منظم جدا، فريق بيعتمد على ال5-4-1. لو هو هيسيب الكوره بيعتمد على 4-2-3-1. لو هو هيستحوذ وبيلعب، هو اغلبيه ماتشاته بيلعب على الاستحواذ. لكن مثلا في ماتش زي الاهلي، في ماتش زي بيراميدز، كان نازل عارف ان الفرق دي بتستحوذ وهتاخد منه الاستحواذ، فلعب بتشكيل 5-4-1 قدام المصري وقدام سموحه وقدام الفرق اللي هو عارف ان هو يقدر ينزل يستحوذ عليها. حتى الزمالك نزل لعب قدامنا ب4-2-3-1. طبعا لو اتكلمت عن سيراميكا يبقى لازم تتكلم عن محمد بسام حارس المرمى، هتتكلم عن رجب نبيل، هتتكلم عن كريم الدبيس، هتتكلم عن عمر كمال عبد الواحد، هتتكلم عن جاستن ارثر. دول خط دفاع الاهلي سيراميكا. هتتكلم عن احمد هاني، واحد من افضل باكات اليمين في الدوري المصري، لعيب تقيل قوي. هتتكلم عن في نص الملعب، هتتكلم عن عمرو السولية، واحد من اهم مفاتيح لعب سيراميكا كليوباترا. ولو انت مسكت عمرو السولية وقفلت اللعب عليه، انت حجمت بنسبة كبيرة خطورة سيراميكا. مع طبعا عمرو قلاوة ارتكاز مرعب. محمد رضا بوبو واحد من نجوم الدوري في الفترة الأخيرة، وكان عامل ماتش كبير قوي قدام الأهلي وقدام بيراميدز. فمحمد رضا بوبو وعمرو السولية وسيمو كوندا ومحمد صادق، ودول كلهم خط الوسط، ومعاهم أحمد بالحاج. خط الهجوم بقى في ايمن موكا، في فخري لقاي، في صديق اجولا، في محمد عبد الله. دي مفاتيح خطوره سيراميكا واللعيبه اللي ممكن تمثل خطوره على الزمالك. سيراميكا زي ما قلت لك بيلعب ب 4-2-3-1. كابتن علي ماهر
بيعتمد على والضغط الامامي والضغط المرتفع على الفريق، بيضغط كويس عشان يستخلص الكوره. وفريق عنده كذا كذا تكتيك في الملعب وكذا اسلوب لعب. مش الفريق اللي هيخاف، مش الفريق اللي هيتضغط، مش الفريق اللي هيسيب لك الكوره ويرجع ينام ورا. فريق لو اديت له مساحه وسبت له الكوره هيزعلك وهيتعبك وهيقرفك. فيا كابتن معتمد جمال، ما ينفعش ان انت تنزل الماتش ده خايف. اللي خايف ما يجيش الماتش ده يا جماعه. اللي خايف من الزمالك، سواء مجلس اداره بقى او لعيبه او جهاز فني او جمهور حتى، اي اللي خايف من الماتش ده ما شوفوش في الاستاديوم الاربعة. الزمالك الزمالك طبعا عنده شويه غيابات مهمه. عنده محمد اسماعيل مش هيلحق الماتش، عنده المهدي سليمان مش هيلحق الماتش، احمد فتوح في كلام ان هو ممكن ما يلحقش الماتش، عمر جابر ممكن ما يلحقش الماتش، بنتايج رجع، ناصر منسي جاهز، مين تاني يا ربي، جاهز، عبد الله جاهز، شحاته جاهز، ادم كايك جاهز. فشايف ان الزمالك ممكن ينزل الماتش دوت هو يلعب اول نص ساعه. انا لازم اخلص الماتش دوت وبعد كده ارجع بقى ايه، امسك كوره. وما ينفعش الزمالك يدافع في الماتش ده، لان الزمالك محتاج التعادل. لكن لو الزمالك نزل يا جماعه هيلعب على انه هو محتاج التعادل، الزمالك هيخسر. ما ينفعش تنزل قدام فرقه، مع احترامي لسيراميكا وتاريخ سيراميكا وكل حاجه ملهاش تاريخ اصلا، مع احترامي لسيراميكا ولاعيبه سيراميكا والجهاز الفني وكابتن علي ماهر وكل الناس. الزمالك في حته يا جماعه والفرقه دي في حته. ما ينفعش ان انت تنزل قدام الفرقه دي تبقى خايف وراجع ورا والكابتن معتمد واقف بيتحاسب جنب العارضه. ما ينفعش الكلام دوت. انت الزمالك، انت بتلعب باسم الزمالك، انت بتمثل الزمالك. انزل موت نفسك وانزل العب على امكانياتك ومعاك جمهور ياكل الحجر. فانت انزل اعمل اللي عليك والعب لعبك، وباذن الله نطلع بعد الماتش محتفلين بالدوري باذن الله. اخر حاجه بس عايز اتكلم فيها ان سيراميكا اهم حاجه في سيراميكا الاجنحه. سيراميكا بيعتمد على الاجنحه، على اللعب على الاجنحه، سواء صديق جوله او اسلام عيسى ربنا يشفيه يعني لما كان موجود. في بقى ايمن موكا، في محمد عبد الله، في برضه بوبو بيلعب، بيجي من تحت بيساعد في اللعب، بيساعد في التسليم في الربط ما بين خط الوسط والهجوم. عمرو السولية طبعا زي ما بقول لك، عمرو السولية لو ضغطت عليه هتشيل بنسبة كبيرة خطورة سيراميكا. سيراميكا على قد ما هي فرقة كويسة لكن دفاعها فيه اهتزاز شوية، سواء كان رجب نبيل او جاستن ارسل. الاتنين عندهم مشاكل في العرضيات وعندهم بطء شوية. حسين السيد طبعا مدافع على قده، عمر كمال برضو مدافع على قده، كريم الدبيس على قده. فالزمالك انا شايف الزمالك يقدر ينزل يخلص الماتش ده من الشوط الاول ونرتاح ونريح الدنيا كلها، عشان احنا مش حمل ان احنا ناخد اي صدمة تانية. اللي حصل حصل والكونفدرالية راحت والحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. والناس كلها كانت واقفة وراك وبتشجعك وبتدعمك، ومحدش هاجم اللعيبة ولا حد هاجم الفرقة. عندكم ماتش سيراميكا لازم تكسبوا الماتش بأي شكل من الأشكال. احنا عايزين بطولة الدوري بأي شكل. مفيش فرصة إن أنت تخسر البطولة. بعد البطولة ديت لازم مجلس الإدارة وجون أودوارد والجهاز الفني وكل الناس اللي بتحب نادي الزمالك، الناس دي لازم تتجمع وتقعد تقدم لنا حلول حقيقية على الأرض. عندك إيقافات قيد 17 قضية ولا 18 قضية، عندك حوالي مبلغ محتاجه أنت حوالي 5-6 مليون دولار. المبلغ ده لازم يتسدد ونخلص من مشكلة القيد عشان تبدأ ان انت في الصيف تبدأ تجيب لعيبة. عندك لعيبة اساسية ما ينفعش انت تقرب منهم، زي بزيرة، زي عدي الدباغ، زي ناصر منسي، زي فتوح، زي بنتايج، زي حسام عبد المجيد، زي الونش، زي اسماعيل، زي المهدي سليمان، زي شحاتة. زي مثلا ممكن برضو تقول عمر جابر، محمد ابراهيم، محمد السيد، ايشو لا انا اسف، ايشو لا يمشي، سيف جعفر لا، جهاد لا. الناس دي كلها لا. برضه هيجي وقت للصفقات وهنتكلم عنه هنتكلم بكل حاجه. لكن خلينا في ماتش سيراميكا. فزي ما بقول لك سيراميكا فريق منظم، فريق قادر ان هو يزعلك، فريق قادر ان هو يهاجمك، فريق عنده حلول ان هو يقدر يعملها. فخر لقاي، نخلي بالنا من فخر لقاي لانه بينزل يستلم وبيربط ما بين الخطوط، ما بين خط الوسط والهجوم. لعيب كبير ولعيب رجله تقيله قوي. شفنا الجون اللي جابه في شوبير. طبعا هو كان غلطه من مصطفى شوبير وكل حاجه، لكن ما تدلوش فرصه ان هو يسدد، لان الزمالك لو جه في جون اللعيبه دي هتنهار واللعيبه دي مش هتقدر تشيل رجليها. مش عايزين اي سيناريو مفاجئ، عايزين يوم الاربعاء يا جماعه نيجي نحتفل. ده كان كل اللي عندي بخصوص ماتش سيراميكا. اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس، ما تنساش دايما تصلي عليا في الكومنتات. كان معاكم محمد عمر من قناه حدوته الزملكاويه.
باذن الله ممكن نطلع بكره برضو نتكلم عن ماتش اكتر واكتر، وندي مثلا التشكيل المناسب للزمالك، طريقه اللعب الزمالك يلعب بيها، نتكلم عن فريق الزمالك اكتر. احنا النهارده كنا بنتكلم عن سيراميكا ومفاتيح خطورتها وازاي الزمالك يقدر يهاجمها. يعني انا شايف ان انت لو لعبت على الاطراف واديت لبزيرة حريه ان هو يدخل العمق وتسيب له حريه، يعني بزيرة يقدر يشكل خطوره كبيره على الفرقه ديت. الماتش دوت كلنا لازم نبقى موجودين ورا الزمالك بغض النظر عن اي حاجه حصلت قبل كده، لازم كلنا ندعم الفرقه ونقف وراها، وباذن الله يوم الاربعاء نطلع ابطال الدوري. كان معاكم محمد عمر من قناه حدوته الزملكاويه. سلام.